مساء الخير. مشهد جديد من إبداع خلق الله. أكيد شفت المشهد ده كتير وكنت مستغرب زيي وهتتجنن. إزاي الحيوان المفترس ظاهر قوي بالشكل ده ومع ذلك الفريسة الغلبانة مش حاسة بيه ولا شايفاه؟ الموضوع بسيط ومعقد في نفس الوقت. بسيط أول ما هقولك، لكن معقد لأنه زيه زي أي نظام غذائي في الهرم الغذائي اللي موجود في الكون. كل مفترس ليه قدرات تخليه يتكيف مع البيئة وياكل ويتغذى علشان يعيش، وكل فريسة مقابلة ليه عندها نقطة قوة تقدر بيها تحمي نفسها ونقطة ضعف تخلي المفترس يقدر يفترسها ويتغذى عليها عند احتياجه للطعام. وده علشان يحصل توازن بيئي بحيث ما يبقاش صعب قوي مثلا النمر يفترس الغزالة فيموت من الجوع أو ينقرض نسله، ولا سهل قوي عليه يفترسها فتنقرض هي كمان. علشان كده هتلاقي النمر مثلا أو الأسد بيتمشى وسط الخضرة والشجر بطول 4 متر بجسم ضخم جدا، يعني من الآخر مرئي واضح لكل فريسة رايح يصطادها. ولكن المفاجأة غير كده تماما، بيتحرك وياكلها قبل ما تلحق تاخد بالها، وده علشان اللون البرتقالي من أعلى الألوان تمويها وتخفي موجودة في الطبيعة، بل هو اللون الأنسب اللي كان لازم يتخلق بيه النمر، وأي لون غيره مش هيأدي الغرض. وخليني أقول لك إزاي. وجبة النمر الرئيسية الغزلان والخنازير، ومش صدفة، لا دي على فكرة زي ما بيقولوا قفل ومفتاح. العلماء وجدوا ان معظم الثدييات ثنائية اللون، يعني عندها عمى الوان، مش بتعرف تفرق بين اللون الاخضر والاحمر، ومن ضمنهم الغزالة الغلبانة دي. علشان كده بتلاحظ ان النمر لما بيقف ورا شجرة او اي عشب اخضر بتلاحظ انه مكشوف جدا للغزالة قبل ما بينقض عليها، بس في الحقيقة هو مكشوف ليك انت بس، والغزالة مش واخدة بالها ولا شايفاه اصلا، ولو حتى شافته هتشوفه حاجة خضرة بتتحرك، مش هتشوفه نمر. انت اللي ربنا ميزك برؤية عالية ثلاثية الالوان، قادر تفرق بين الاحمر والاخضر عادي. ربنا خلق النمر باللون المثالي وخلق الغزالة ما بتشوفش اللون البرتقالي. معادلة محكمة. ال3 عناصر دول، لون النمر والغابة والغزالة، لو غيرنا او عدلنا منها اي حاجة عملية التمويه والتخفي هتفشل، والنمر مش هيقدر ياكل الغزالة ولا هيقدر ياكل الخنزير. فسبحان خلق الله.